إلهي وخالقي، يا من سعد برحمته القاصدون ولم يشق عنده المستغفرون، قد وجدت في وصالك لذتي وانصرفت نحو رضاك رغبتي، فأنت لا غيرك مرادي ودوام قربك راحة فؤادي. يا رب، لا تجعل في حياتي سوءا إلا دفعته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا رزقا إلا وسعته، برحمتك يا مولانا ويا سيدنا. اللهم فيك الرجاء ومنك العطاء وإليك يرفع الدعاء، فاهدني إلى صراطك المستقيم وثبتني عليه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحة وفي احسن حال. جالكم في فيديو جديد ويوم جديد، كل طاقة ايجابية، كل شغل في شغل ان شاء الله باذن الله يعجبكم وينور رضاكم. اهم حاجة بس يا ست الكل، استعيني بالله وصلي على الرسول، وان شاء الله باذن الله ربنا هيعينك ويقويك على مهام يومك. تعالوا بقى كده نبدأ التنظيفات الأسبوعية بتاعت غرف النوم يا بنات، لأن بصراحة كانت حالتها لا تسر عدو ولا حبيب. اختكم قالت ايه بقى؟ قومي يا بنتي يا جيهان، يلا كده تنشطي وتشجعي، وقومي استعيني بالله كده يلا وشجعي حبايب قلبك معاكي، عشان لو اي اخت فيكو كده وراها حاجه ومش قادره تقوم تعملها، تقوم كده يا حبايب قلبي تتنشط كده وتستعين بالله. طبعا يا حبايب قلبي ما حدش هيجي يعملنا شغل بيتنا، لازم احنا اللي نقوم كده ونستعين بالله، وربنا باذن الله يعيننا ويقوينا على كل حاجه احنا بنعملها. تعالوا بقى كده شوفوا لي البهدله وقله النظام دي، كانت الدنيا بصراحه يا بنات حايسه كده في بعضها. فبصراحة المنظر ما كانش عاجبني، قُلت لأ، أنا هافضل كده لحد إمتى؟ أنا هاقوم بقى كده وأخلّي الكسل ده كده مش يتغلِّب عليَّ، وأشوف أنا ورايا إيه كده وأعمله. أنا طبعًا كنت مضبّطة الدنيا برّه كده يا حبايب قلبي، ما كانش في بس غير الأوض، وبصراحة أنا كنت سايباهم لإني عارفة أنا هاعمل فيهم تنضيفة كويسة كده، وهاشارك معايا اخواتي وحبايبي كده، عشان أي أخت فيكم كده كسلانة أو زهقانة ومش جاي لها نِفْس تعمل حاجة، إن شاء الله بإذن الله يا حبيبة قلبي أنا ضامنة لِك كده يا ست الكل إن أنتِ هتخلّصي الفيديو ده وتقومي كده تاكلي بيتِك أكل، أي حاجة وراكِ كده إن شاء الله هتقومي تعمليها. اللي أنا طالباه كده من اخواتي وحبايب قلبي تكمّلوا معايا الفيديو للآخر يا حبايب قلبي، واللايك الجميل من إيديكم الجميلة، عشان خاطر كده كام فيديو الأخرى دول بصراحة واقعين خالص معايا، وأنا زعلانة أوي والله يا بنات، زعلانة. بس الحمد لله ربنا هو اللي بيراضي والله يا بنات، ربنا يراضيكم ويطبطب على قلوبكم يا رب، وكل اللي ربنا يعمله كويس، وانا عارفه ان اخواتي وحبايب قلبي اللي بيحبوني ما بيأثروش معايا خالص والله باللايك والكومنت القمر اللي زيكم. ربنا يطبطب على قلوبكم ويرضيكم بكل حاجه حلوه انتوا بتتمنوها يا حبايب قلبي، ويا رب كده يديكم من نعيم الدنيا ونعيم الاخره، اللهم امين يا رب العالمين. بجد والله العظيم وحشتوني، وحشني كلامكم، وحشني تعليقاتكم الجميلة اللي بتكبر بخاطري، اللي بتخلّيني كده أتشجّع. والله العظيم يا بنات أنا كنت في مشواري النهارده جاية باجري كده عشان خاطر أسجّل معاكم الفيديو. الفيديو ده يا بنات أنا مسجّله مصوراه من امبارح، من يوم السبت يا حبايب قلبي، أنا عاملة الروتين ده يوم السبت، في أول الأسبوع كده. باحب بصراحة لمّا آجي أعمل الأوض بتاعة النوم، باحب أعملها أوي كده في أول الأسبوع. إن شاء الله بإذن الله جاية لكم كده في كام فيديو حلوين أوي بأمر الله يعجبوكم. أهم حاجة بس أنتم كده تبقوا معايا باللايك والاشتراك في القناة لو أنتِ أول مرة بتشوفيني، عشان عيلتي كده لسه صغيرة ومحتاجة إنها تكبر بيكم ومعاكم. ربنا يا رب يرضيكم، ويا رب كده يرزق كل مشتاق بما يشتاق، اللهم آمين يا رب العالمين. ويا رب يا حبايب قلبي يجعل سعادة الدنيا ما بين إيديكم وتحت رجليكم يا رب، اللهم آمين. نفضت بقى السرير كله والخشب، مسحت الخشب كمان يا بنات من ورا الكاميرا، بس ما رضيتش أصورها بصراحة عشان خاطر يعني آخد راحتي كده، اللي هو الخشب بتاع السرير من فوق بعد ما نفضته، وخليت الدنيا كده إيه راقت على السرير. وطبعًا أنا في الوقت ده كمان كنت مشغّلة الغسالة، بس ما رضيتش أطوّل عليكم الفيديو، يعني الفرش بتاع السرير اللي أنا كنت باشيله كنت باروح أحطه في الغسالة على طول. إن شاء الله بإذن الله هاعملها لكم في فيديو تاني بأمر الله، يعني هاحطه لكم الفيديو اللي بعد ده بإذن الله، أو نشوف كده ممكن نعمل فيديو مشتريات بعد ده بأمر الله. ربنا يا رب كده يبلغنا رمضان ويهل علينا رمضان كده، وانتوا بصوا في احسن صحة وفي احسن حال، وربنا يستركم دنيا واخرة يا رب. يا رب يا حبايب قلب اللهم امين. والله يا بنات أنا مش باعتبركم يعني مشتركين عندي أو حاجة، أنا باعتبركم أخواتي، باعتبركم حبايب قلبي كده وصحابي، وعيلتي التانية اللي دايمًا كده بتقترحوا عليَّ حاجات، بتشجعوني، بتحفزوني، بتدوني طاقة إيجابية كده إن أنا أكمل، ربنا يكبر بخاطركم يا رب. أنتم مش مجرد متابعين، أنتم أخواتي وحبايب قلبي، وبجد وجودكم ده معايا أكبر شرف وأكبر دعم ليّا والله العظيم بجد.
دايما كده ان شاء الله باذن الله مع بعض في الخير، مع بعض ان شاء الله كده ان احنا نحفز بعض ونشجع بعض. طبعا انا مش احسن منكم في حاجه ولا انا اشطر منكم في حاجه، كلنا ستات بيوت شاطرين، بس ساعات كده الكسل بيتغلب علينا، ساعات ضغط الحياه وضغط الاولاد وضغط العيشه بيخلينا نكسل، ما نعرفش كده نقوم نتحرك. بس كلنا ستات بيوت شاطرين، كلنا طبعا عارفين مهام بيتنا، عارفين بيتنا محتاج ايه، عارفين بيتنا عايز ايه. وان شاء الله باذن الله كل واحده كده تشوف كل اللي وراها. احنا بس مجرد ان احنا بنشجع بعض كده، بنحفز بعضينا. ممكن مثلا اديكم فكرة تعجبكم، تدوني مثلا معلومة تعجبني، اكون مثلا انا مش واخدة بالي منها. فدايما كده يا حبايب قلبي ان شاء الله باذن الله مع بعض في كل حاجة كويسة. وان شاء الله باذن الله اعمل لكم فيديوهات احسن واحسن، لان انتوا طبعا تستاهلوا احسن حاجة في الدنيا. ربنا يا رب يرزقكم كده بكل حاجة انتوا بتتمنوها. كان جالي كده يا بنات كومنت قبل بصراحة اليوم اللي انا غيبه ده، كانت واحدة بتقول لي انا بعمل مع سلفتي كل حاجة، بس في الاخر بحس ان هي مش حباني. فانا هرد عليكي يا حبيبة قلبي كده باختصار، يعني من وجهة نظري انا: خلي نفسك عزيزة، خليكي غالية، ما تبقيش مفروضة على حد قدامك. يمكن انا قلت كده كتير. مش دايما كده تكوني تخشي اللي قدامك وتشيلي وتحطي وتكنسي وتمسحي وانتي اصلا في الاخر ما انتيش مشكورة، انتي اصلا في الاخر مش محبوبة، انتي اصلا في الاخر بيكشروا في وشك، مسافة ما تلفي وشك وتمشي يتكلموا عليكي، يقولوا في حقك كلام مش كويس. فطالما كده كده اللي انت بتعمليه مش باين، اللي انت بتعمليه زي قلته، يبقى خليكي في بيتك، خليكي معززه مكرمه في وسط عيالك، واللي عايزك يجيلك واللي عايزك يسال عليكي. وطالما انا مش بسال عليكي انت مش تسالي عليا. يعني هي المعامله بالمثل يا حبايب قلبي. طالما سلفتك دي انت حاسه ان هي مدياكي وش وحش، او حاسه ان هي مش حباكي، او مش بتعاملك نفس المعامله الكويسه اللي انت بتعامليها لها، يبقى يستحسن ان انت تخليكي في حالك خالص، تصريها خالص وخليكي في حالك وهي في حالها. انت ما انتيش مجبوره على المعامله دي، ما انتيش مجبوره ان هي تعاملك معامله مش كويسه. لا طبعا، طالما انت بتعامليها بموده وبرحمه ومعامله كويسه، واجب منها والاصول منها ان هي تعاملك معامله كويسه. انت بقى ما لقيتيش المعامله الكويسه دي، يبقى بالمعروف وبالادب وبالاحترام خليكي في حالك، خليكي مع نفسك. كفايه عليكي بيتك وعيالك وجوزك ومهام يومك اللي اصلا كل يوم بننام وبنصحى فيها. يعني كل واحده اصلا بتكفي بيتها وبتكفي مصالحها وعيالها، عايزه اكل، عايزه اشرب، عايزه البس، عايزه اذاكر. يعني كل ام فينا اصلا الله يعينها على اللي هي فيه. فانا عايزه اقولك كفايه عليكي بيتك وعيالك وجوزك، واوعي في حياتك تكوني متطفله على حد، او تكوني تقيله على حد، او حد اصلا يحس ان انت تقيله عليه او عبء عليه. خليكي دايما غاليه، لان انت غاليه وتستاهلي ان انت تغلي نفسك. ما تستاهليش خالص ان انت ترخصي نفسك مع حد. اللي يقدرك يا حبيبه قلبي قدري، اللي مش يقدرك خلاص بلوك من حياتك خالص. الله يسهل لها وانت الله يسهل لك. ما تحاوليش ان انت تبقي دايما مرفوضه على حد، ان انت دايما تبقي عبء على اللي قدامك، لا طبعا. انت تستاهلي احسن حاجه في الدنيا. بدل ما انت تطلعي مجهودك معاها هي، لا طلعي مجهودك في بيتك مع اولادك، مع جوزك، مع حماتك مثلا، مع مامتك مثلا، مع حد يستاهل ان انت تتعبي عشانه، ان انت بجد تديله من وقتك ومن مجهودك. فدي بصراحة كده يا حبيبة قلبي كانت نصيحتي ليك. ربنا يهديلك حالك يا رب، ويبعد عنك أي شر وأي أذى، ويهديلك جوزك وعيالك وتشوفيهم أحسن الناس قدامك يا رب. أهم حاجة يا بنات والله بيتنا، عيالنا، نشوف مسؤوليات بيتنا. والله كل ام النهارده لو فتحت وراها ايه او محتاجه تعمل ايه، هتلاقي عندها شغل ما بيخلصش. فاللي انت هتطلعي تعمليه بره لحد اصلا مش مقدرك، ان هو اصلا مش شايف الحاجه اللي انت بتعمليها علشانه، لا اعمليها في بيتك احسن، خلي مجهودك في بيتك لعيالك احسن، لحد يستاهل ده، لحد فعلا يقدر اللي انت بتعمليه وقت ما تتعبي. وعلى فكره ممكن اكيد طبعا لما بتكوني تعبانه او حاجه مش بتلاقيها واقفه معاكي، مش بتلاقيها بتدعمك، او تيجي مثلا تشوفك محتاجه حاجه تعملها لك، محتاجه حاجه تجيبها لك. يبقى ليه لازم تبقى المعامله بالمثل؟ اللي يقدرني اقدره، مفيش تقدير يبقى ما اقدرش اللي قدامي. دي من وجهه نظري. ومن وجهه نظري كمان ان احسن حاجه ان الواحد يبقى في حاله، احسن حاجه الواحد يبقى مع نفسه، يتقفل عليه بابه. عايزه اقول لك، اتحداكي ان اي واحده فيكو ما اتقرصتش، ان اي واحده فيكو ما مرتش بموقف كده علم معاها وعلمها بجد انها تمشي في الدنيا دي كده مع نفسها. فكل واحدة فينا الاختصار أسلم حل، الاختصار أحسن حاجة ممكن تعمليها أو تقدميها لنفسك بجد. يعني انتي قومي الصبح شغلي حبة قرآن، شوفي بيتك محتاج يتعمل فيه ايه، تعالي آخر النهار كافئي نفسك، اعملي نفسك كوباية نسكافيه، اعملي نفسك كوباية لبن، كوباية شاي، كوباية قهوة، أي حاجة انتي بتحبيها. خشي خدي شاور، اقعدي قدام الشاشة، امسكي التليفون شوية، شوفي أولادك ذاكري لهم. صدقيني يومك مليان، والله يومك مليان ان انتي تلهي نفسك بنفسك.
والله يا بنات انا كل يوم بصحى من النوم اقول يا رب الهيني في حالي وفي نفسي. يا ربي مش عايزه ابقى عبء على حد، مش عايزه اكون مفروضه على حد، مش عايزه اكون قاعده مع حد وبعد ما الف وشي وامشي يتكلم عليا في ظهري. لان هو ده الواقع، هو ده اللي بيحصل. مجرد ما انت بتبقي قاعده مع واحده، مجرد ما بتمشي تبص تلاقيها بصي قطعت في فروتك، ما بطلتش كلام عليكي. يبقى احسن حاجه ان انا ابقى في حالي، ان انا ابقى مع نفسي قافله بابي عليا، اشوف مصالح بيتي، اشوف محتاجه اعمل ايه، محتاجه اجدد اجيب ايه، اهتم بنفسي، اهتم بعيالي. بشوف ناس كتير قوي يعني طول النهار بره وطول النهار عندي دي ودي ودي، وسايبه عيالها لا حول ليهم ولا قوه. طب ليه؟ طب ما المجهود ده عيالي اولى بيه. عيالي اللي هيكبروا دول يعني يفتكروا لي كل حاجه انا بعملها معاهم، اذا كانت كويسه او اذا كانت وحشه. يبقى والله العظيم بجد انا بكلمكم من جوه قلبي، يعني الواحد شاف كتير ومشي كتير وقابل كتير. انا بكلمكم والله العظيم بخبرتي، ان بجد كل كلمه انا بقولها لكم عشان انا بحبكم والله، ومش عايزاكم تعدوا حاجه كده الواحد اتقرص منها او الواحد عدى عليها. فاللي عنده معلومه طبعا بيفيد بيها التاني، ومحدش طبعا يحوش عن حد معلومه يا بنات والله. ربنا يا رب يكبر خاطركم ويجازيكم كل خير يا حبايب قلبي يا رب، اللهم امين. ويا رب يبعد عنكم الناس المؤذية، الناس اللي ما بتحبش الخير لبعض، ربنا يا رب يبعدكم عنهم كده ويبعدهم عننا يا رب. مسحت بقى التسريحة ومسحت الحتة اللي تحت دي لان بصراحة كانت مليانة تراب معايا يا بنات، ما كانتش نظيفة خالص. واروح بقى كده على الكومودينو برضو المعه كده تلميعة كويسة. بصراحة يا بنات ريحة النظافة جميلة، النظافة جميلة جدا جدا. ربنا يدينا الصحة يا رب والعافية كده ويقدرنا على شغل بيتنا وعلى مهام يومنا يا رب، اللهم امين. عايزه اقول لك بقى يا حبيبه قلبي، انا طبعا عامله لنفسي خطه اسبوعيه وعامله لنفسي خطه شهريه. الخطه الاسبوعيه كده اللي انت شايفاه ده انا بعمله كل اسبوع، اللي هو اشيل الملي وامسح الاوضه والمع الخشب. خطه بقى مثلا شهريه اشيل بقى السراير واروق تحتهم، والحيطان لو وسخه اغسلها. وبقى اللي هو الروتين اليومي اللي تسوي السراير، تشوفي حاجه محتاجه انها تتعمل تعمليها. لازم كده تدي نفسك خطه كده تمشي عليها، عشان خاطر تريحي نفسك وتبقي عارفة انت بتعملي ايه، عارفة كده انت مهام يومك ماشية ازاي. فربنا يا رب يديكم الصحة يا حبايب قلبي، انا بديكم لفتة بس كده، وطبعا انتوا وراحتكم، وكل ست بيت عارفة بيتها ماشي ازاي وعارفة هي بتعمل ايه في بيتها. لمعت برضو كده الدولاب، خليت الازاز بتاعي زي الفل. والفرشة بتاعتي بقى كده كانت اتشمست واتحمصت كده في البلكونة، كانت زي الفل بصراحة يا بنات، وفرشتها. وكنت سايبة بقى البطاطين تتشمس كده في البلكونة. حطيت برضو السجادة دي كده هنا مكان اللي انا طلعتها بره في الطرقة. عايزاكم كده تدوني رأيكم، لو جبت سجاد للأوضة دي اجيبه لونه ايه، لان بأمر الله انا عايزة اغير السجاد بتاع الأوضة دي، لان بصراحة مش عاجبني خالص يعني ادم. فاقترحوا عليا كده اجيب رصاصي، اجيب على ابيض وفواتح، اجيب على بني. قولوا لي كده، اقترحوا عليا كده في الكومنتات اجيبه درجته ايه، عشان لما انوي خير كده باذن الله واجيب ابقى عارفه انا هجيب ايه. ربنا يا رب يرزقكم ويرزقنا كده بكل حاجه احنا بنتمناها يا رب. الاوضه بقت معايا فل شمعه منوره بصراحه، عادي بتتنفس كده نظافه. الحمد لله والشكر لله. الملايه دي بصراحه ما بحبش افرشها كتير والله يا بنات، بس لقيتها كده قدامي قلت ايه اما افرشها كده، وكده كده هيتحط عليها يعني الدفيه. والمشايتين دول طبعا رفيعين قوي، بس قلت مكان حتى رجلينا، لان يعني ايه احنا ما بنقعدش في الاوضه دي خالص، يعني على قد النوم بس. دخلت بقى كده اوضه البنات، طبعا كانت مبهدله في بعضها. هاخد برضو البطاطين كده اشمسها في البلكونه برضو. بحب بصراحه قوي احط الفرش بتاعتي، البطاطين الحاجات دي في البلكونه. بحب ريحه الشمس قوي لما الحاجه بتتحمص كده بتبقى ريحتها حلوه. فهطلع برضو البطاطين دي، وطبعا انا كنت مشغله الغساله زي ما بقول لكم. حتى لو تاخدوا بالكم الكم بتاع العبايه بتاعتي مبلول. كنت بشيل كده الفرشه واروح على طول اطلع الفرشه اللي قبلها واحط التانية. ان شاء الله باذن الله هبقى انزل لكم الفيديو ده كده، بس بعد ده بامر الله. ان شاء الله باذن الله جايه معاكم في شويه فيديوهات حلوين قوي، وهنعمل شويه تفريزات كده رمضان، وهنجيب كده شويه حاجات حلوين مع بعض. خليكم بس معايا كده، ودايما كده تدعموني يا بنات بالله عليكم. اوعوا كده تخرجوا من الفيديو قبل ما تضغطوا اللايك الجميل من ايديكم الجميله، وتشرفوني كده بكومنت قمر زيكم. ربنا يا رب يجبر خاطركم ويجازيكم كل خير يا رب يا حبايب قلبي. ربنا يا رب يديكم كده كل حاجه حلوه انتوا بتتمنوها واكتر وزياده. اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. السرير التاني كده اتفرش يا بنات وكان زي الفل. وقلت بقى كده اما افرش معاكم السرير بتاع سلمى. الملايه دي انا كنت مطلعاها ايام العيد، ومن ساعتها ما فرشتهاش بصراحه. من ساعتها وهي في الدولاب. فانا بطلع كده قلت اما اطلع طقم للسرير لقيتها قدامي قلت اما افرشها يعني. انا بقالي كتير قوي ما فرشتهاش، يعتبر انا فرشتها مرتين بس من بعد العيد. فقلت كده اما افرشها احطها كده على السرير. دي طبعا من الملي بتاعت فرح يا بنات، ما اشتريتش بصراحه حاجه خالص للسرير من بعد الفرح.
عايزه اقول لكم بقى، انا عايزه بصراحه اجيب دفايات للسراير الاطفال، لان بصراحه انا ما عنديش دفايات اطفال. يعني عايزه اجيب لهم حتى لو غيارين، يعني كل سرير اتنين. فان شاء الله باذن الله عايزه برضه اجيب لهم كده غيارين، لان الجو برد. واللي كان علق لي كام مره حبايب قلبي على الكوفرتات اللي انا بحطها ان هي بتسقع. الكوفرتات دي يا بنات قطن، يعني ما شاء الله متبطنه. فبصراحه بتدفي السرير جدا. عارفين اللي بتسقع السرير فعلا؟ اللي هم بتاع السرير الكبير، اللي هم الاتنين الكبار بتاعوتي انا، هم اللي بيسقعوا السرير. انما بتاعوتي البنات دول متبطنين قطن، يعني هي بتدفي السرير. حتى اما تيجي تنام على السرير او حاجه تلاقي السرير دافي، مش تلاقيه سقعان كده، لا تلاقيه دافي. خلصت بقى كده السراير، وهنشيل بقى الفرشه دي كده ننفضها في البلكونه، عشان خاطر نكنس كده الارض ونمسحها كده ونلمعها. يا رب كده الفيديو بتاعي كده يكون عجبكم يا حبايب قلبي. ولو عندكم بقى اي حاجه كده عايزين تقولوها لي في الكومنتات، طبعا كلامكم على راسي من فوق، وانا بقرا كومنتاتكم كلها. وبجد لايكاتكم بقى وكومنتاتكم معايا بتفرح قلبي كده، وبتخليني كده اتشجع ان انا اقوم اتصور معاكم. اوعوا تبخلوا كده على اختكم يا حبايب قلبي. طبعا الدنيا معايا بره كانت نظيفه وزي الفل، والاوضه دي بصراحه ما كانش فيها حاجه، يعني هم بس شويه تراب كده كانوا على الارض. عايزه اقول لكم كمان من غير تصوير، انا لمعت الخشب بتاع الاوضه كله يا بنات. الدولاب والسراير اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. والباب بتاع الاوضه لمعت كل الخشب اللي في الاوضه. جبت بقى الجردل بتاعي، حطيت فيه شويه بريكس ونقطه معطر كده. وقلت بقى اما لمع الارضيه كده، بصراحه والله العظيم يا بنات الاوض كانت بتتنفس كده بنظافه. فالحمد لله على نعمه الصحه. الحمد لله يا رب، اللهم لك الف حمد والف شكر. بالله عليكم كده مش تنسوا تصلوا على النبي في الكومنتات، عشان خاطر كده انت تاخدي ثواب واحنا ناخد ثواب. ربنا يا رب كده يجعل كل حاجه انت بتعمليها في ميزان حسناتك يا حبيبه قلبي. يا رب اللهم امين. مسكت بقى الحته دي كده لمعتها زي ما انتم شايفين. طبعا الاوضه صغيره مش مخليني واخده راحتي بصراحه، وانا بصور فيها. بس الحمد لله، يعني ربنا يا رب كده كل اللي قاعد بالايجار ونفسه ان ربنا يوسع عليه بشقه ملك، يا رب كده ربنا يوسع عليكم ويديكم كده كل اللي بتتمنوه يا رب. ام بسمه حبيبه قلبي يا بنات، والله بقى لها فتره كده مش بتعلق لي، مش عارفه ليه بصراحه. ام ماهر حبيبه قلبي كنت قلقانه عليها، بس الحمد لله علقت لي كده من ايميل تاني وقالت لي ان تليفونها بايظ. الحمد لله، ربنا يوسع عليكي يا حبيبه قلبي ويوسع عليكم كلكم يا رب. ام بسمه حبيبتي يا رب كده يكون المنع عندها خير يا بنات، لان بصراحه ما كانتش بتسيب لي فيديو، بقى لها حوالي 4 فيديوهات او حاجه مش بتعلق لي. فيا رب كده يكون المنع خير عندها، وربنا يسترها عليكم يا رب، وما اشوفش فيكم اي حاجه وحشه. ومديحه حبيبه قلبي كانت زعلانه عشان كانت عايزه وصفه المدفونه. والله يا حبيبه قلبي هصورها معاكي حاضر. اول ما اجي اطبخها مش هطبخها خالص غير لما اصورها معاكي، حقك عليا. كلكم اخواتي وحبايبي، وطبعا انتوا كلكم على راسي، وما احبش ابدا ان انتوا تبقوا زعلانين مني. الاوضه كانت خلصت وكانت زي الفل يا بنات. والبناطيل بقى اللي على الكوميديون دي بتاعت احمد مطلعاها كده عشان اضيقها له. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم ويكون نال رضاكم. استنوني حبايب قلبي في فيديو جديد ويوم جديد. اسيبكم في رعايه الله، يلا مع الف